مساء الخير متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم بخير. رجعت وياكم فيديو مختلف ان شاء الله يعجبكم. خليكم وياي. الفيديو هو راح يكون عيد ميلاد اختي اللي وعدتكم انه انزله، طبعا قبل محرم مو هسه. وتابعوا الفيديو راح تشوفون التفاصيل من رحت للدوام لحد ما وصلت بيت اهلي. وهنا راويتكم هذا تكرمون الحذاء اللي اخذته فيديو مشتريات، ونسقت ويا هذول ملابسي راح اروح بيهم للدوام، وبعدين امر على اهلي حتى نسوي سبرايز. المهم شخباركم؟ اللي يتابعني هسه اللي يتابعني طبعا بديت اسحق، خلينا لايك ويكتب تعليق حلو، واي استفسار كتبوا لي اياه او اي سؤال عندكم. وهنا نسقت بهالشكل هذا. طبعا انا من اشتري حاجة يعني اضمها، بعدين يجي وقتها صدفة يعني يتنسق ويا مثلا قميص، بنطلون، جنطة، تكرمون الحذاء، يعني اي شي ايا كان. وهنا وصلت للدوام. هنا انا كنت لابسة طبعا تنورة ولصقت وياها شيلة سوداء، وهذا يسموه ابو اللفة القميص مالتي. هنا أنا ظالمة التصوير، هو لونه حلو برتقالي، خاماته كلش حلوة. هنا أنا طبعا انحمست حمس بالشمس، وصلت لأهلي نايمين، يلا فتحوا لي الباب. وهنا أنا طبعا صار وقت صلاة. هنا تريقنا مو تغدينا، صحيح عبرة 12 بس صلينا وبعدين تريقنا انا وهديل. هنا بدت تحضر لنا بالريوق، واكيد لازم تخلي لي طماطة ويا الريوق، اذا رحت يمهم لازم اسوي لها لان هي اكلها صراحة كلش طيب. وهذا الريوق مالتنا، سهمكم العافية. طبعا انا من اروح لهم هي خطية تتعب، هي ولا امي خطية يحلون شي يسوون، ما اعرف عبالك ما ادري منين جايتهم مسافرة، لان صراحة انا صايرة اطول يلا اروح لهم. وهاي الطاوة الشهيرة مالت الطماطة اكيد، الا هيك يلا تصير طيبة، لاش عاي ما اعرف شي يسموها. وهذا قزومة مثلها كنت اصنف عليه لان هي قزومية مو طويلة، على اساس اني طويلة. المهم وصل هنا بالفيديو، خلينا لايك لا تنسون حتى يعني نرفع الفيديو ويوصل اكبر عدد من المشاهدات، بيصير لي واسع انزل لكم فيديوهات اكثر. هنا انا طبعا اشتهيت تمن وعدس، واشتهيت تمن مع الحصة الوحدة، فهي خطية طبخت لي اياهم اثنيناتهم. اول ما طبخت هذا تمن يعني الوحدة، حضرتهم. طبعا هاي جدرية صغيرة انتيكة مو تقلدون عليها، احنا هنا على الطبيعة بدون تصنع ما احب التصنع بالفيديوهات. المهم هنا كانت ترحب بيكم وتقولكم تابعوني. صدق اللي يريد حسابها اذا ردتوا حتى اخلي لكم اياه بالوصف. هي تنشر يومياتها على الانستغرام، يعني شو تطبخ شو تنظف بس على الانستغرام، وحتى يعني طريقة اختيار الملابس وكذا. المهم هنا انا طبخت التمن، وهنا اني طبعا كثر ما تريقت هواي عبالي هاي السوداء طلع هذا مالت الرمل ما ادري شي يسمونه، وما ادري انا اخذته انهاريت ببكته هنا هي خطأ نظفت. وهنا طبخت التمن الثاني، حمسة بصل وبعدين نضيف تمن وعدس كشري، بس احنا كشري العراقيين يختلف يعني ما بإضافات. وهنا أنا حمسة لحم وبتيتة وبصل، أكيد بعد ما نشف اللحم، وسوت لي على طريقة بيبيتي الله يرحمها، كنت كلش حابتها سوت لي اياها. يعني بصورة عامة انه هي سوت الطبخة اليوم على مشتهاتي اني.
هنا أنا طبعا فصلت الكهرباء. بدينا ننظف نرتب للعيد ميلاد، عزلنا، وهنا غيرنا البدلات على البردات. وهنا أنا دا أنظف وياها شغلات خفيفة خطايا ما تخليني أساعدها. تقولي اقعد ارتاحي، تدري بي أنا ببيت اقعد احوس يعني بس ارتب وهاي السوالف، فمن اروح لهم ما تخليني اشتغل. طبعا هنا انتظرنا امي حتى نتغدى سوا لان تريقنا متأخرين، وهنا جت امي خطايا من الدمام. وحضرنا الغداء، هذا كان نعمة فضيلة الحمد لله والشكر. حتى دبس خلت لنا دبس طيبة، هذا التمن كلش طيب. وهذا كان غدانا المتواضع. بنات لا تنسون اللي تروح زيارة يا ريت يعني تدعيلنا، تدعيلي بالخصوص، أمانة الله يعني محتاجة دعاءكم، لا تنسونا بالدعاء. وهنا بعد الغداء اكيد الشاي، هاي انا امي طبعا هي خطية بقت تنظف المطبخ وجبة الغداء. وهنا اجى زوجي جايب لنا حبشكلات عيد ميلاد، هو خطية يعني سواها همينة مفاجأة الها، يعني كلش فرحت. أنا أول ما اجيت فاجأتها هاي طبعا مشتريات العيد ميلاد دا تاويكم اياها امي. أنا أول ما وصلت لها هي نايمة قعدتها بيدي الكيكة، هي تفاجأت طبعا على أساس إنه دا نسوي يعني ثاني يوم باكيته، بس أنا قلت لا أنا راح أجيك باكر. وهذا كان ترتيب أنا وزوجي سويناه هيجي، هاي نفاخات، وهذا الصندوق العشوائي تذكرون، وهاي جنطة هماتين، وهاي تكرمون الحذاء اللي أنا هسه راويتكم إياها بداية الفيديو، هي أخذت لها نفسيته بس غير لو تتذكروا هماتين فيديو مشتريات. هنا طبعا الكيكة من كثر ما حارة واقفة بالباب لزقت بالكرتونة فشوية خطايا خربت. المهم هنا راح نسوي يعني نضيف نشرات بعد شوية حتى يصير يعني زينة أكثر حلوة. شو رايكم بترتيبنا؟ هو متواضع بس انا حسيته كلش حلو. هاي هنا خليت الميز مال ايو اللي تقربيه وزورقته بهذا التور. ولو تدرون هذا التور مال من؟ هذا مال خطوبتي، كان تسريحة مال يعني الكراسي اللي قعدت بيها. وهذا حمودي كان يسلم عليكم. هنا هاي والدتي خطايا تسوي بالنشرات تنفتحن، اختارينا اياها منهم فاختاريت انا هذا اللون الابيض كان حلو. هسه راح تشوفون شلون ضفته للميز. الفيديو مطول بس حبيت اشارككم التفاصيل اول باول. تابعوا الفيديو للنهاية كلش حلو راح يعجبكم. هنا ضفت النشرة راح اطفي الضوء، راح تشوفون شلون يبرز اكثر. واو هو ميز متواضع بس حلو، واهم شي يعني الفكرة وللذكرى بسيط. طبعا انا همتي نشرته حتى انتو تسوون يعني شلون نقول تفيدكم هاي الفكرة البسيطة، مو فكرة ضخمة يعني شغلات بسيطة تسوي لمسة حلوة. طبعا هنا راح نوصل فقرة العشاء، شاركتهم شوية ساعدتهم وهماتين طلبنا عشاء من برا والحمد لله والشكر. هسه راح تشوفون. طبعا اذا تسمعون هاي الاصوات انا قاعدة قريبة على الشباك. المهم سوري يعني. هنا بلشنا نحضر العشاء، قليت الفنجر ايوتا طبعا تصور لي. خليت زيت بهاي الجدرية عندنا للتقلام خليها، هاي حركات ايو لما تنتهي. وهنا دا اسوي بالسلطة.
دائما ضيفوا شرائح ليمون وياها، وخلوا نعناع شوية لمن دوزي. اكو بهارات زلاطة لا تقدروا تضيفوها، بس صدقوني كلش طيب يصير الطعم. هنا وصل العشاء، راح اجهزه وياكم، ارتب السفرة. خطية هي بعيد ميلادها هم تشتغل، قلت لها خليني اني اساعدك ما قبلت. المهم يعني هاي شغلات خفيفة اني سويتها. هاي كانت المقبلات وياها. طبعا احنا الصراحة هاي ما ناكلها، بس هيجي للعرض لا اكثر. بس صراحة هاي يعني كلش طيب، كان ما بي اي زفر. وهنا كملت سفرتنا، جهزناها، تعشينا، وخليكم ويانا راح نقص الكيكة واراويكم الصندوق العشوائي شنو بداخله. خليكم ويا الفيديو. طبعا هنا اني سويت شاي بالنعناع، جربوه كلش طيب. اما تخلوه يطبخ ويا الشاي، اما ضيفوه هيك يعني كلش طيب. هنا وصلنا للنهاية. طبعا هم خطية زوجي علق لها الشمعة. طبعا هنا صار تصنيف جدا احتين جدا ما اشتغلن، فخطية وقام شغلها. ها هي دا تصور. شايفين هاي الشمعة حلوة تنفتح وتصير موسيقى، يعني يطلع من يمها موسيقى. تصير موسيقى شنو، يطلع من يمها موسيقى. كانت اجواء حلوة. ان شاء الله يطول بعمرها ويحقق كل امنياتها يا ربي. وهاي طبعا هنا هاي فتحوها ما اعرف شي يسموها، هاي بقت كم يوم بالبيت، كل ما اختي تنظف تقولي بعد من يمه. بس هي كانت حلوة تطلع صوت، وهاي نشرة يعني تنفجر بيها. هاي كانت الهدايا اللي تراويكم وياها. شيلنا النشرة. وهذا هذا شنو، هذه الجنطة لونها كلش يعني حلو بالحقيقة. وهاي تكرمون الحذاء. هنا الصندوق راح نجي عليه، راح تشوفون شنو بيه، وقولوا لي شو رايكم بالصندوق، يعني شغلاته حلوه لو ما حلوه. طبعا هنا انا بوقتها ما لحقت يعني اكمله، ف كان يعني شلون نقول وقت ضيق ومستعجله فما لحقت، يعني كنت كل ما اطلع اجيب لها شغلات واخليها. هذا تخم تراشي وقلادي، بس ما بيه محبس، بس هيجي يعني هذا فضة. وهذا يعني الشذر مالته مزور، ويعني هيجي بيه راحة نفسية وهاي التفاصيل. هذا يعني توصيل. وهي طبعا عجبت بهاي الدحسوقة. هذا رهمت لي اياه ويا الساعة اللي شفتوها بنفسجي. طبعا الكمامة والتعقيم خليناها للذكرى لانه ميلادها زمن كورونا، فهذا خليناه للذكرى. وهاي الصوابين يعني للعطر وهم تغيير خليته. وهذا الشامبو طبعا طبي هسه راح تشوفوه. هاي المحابس اني ماخذة من يمها وهم راويتكم اياها بمشترياتي. هاي باقي التفاصيل راح تشوفوها. هاي الساعة ذهبية.
هنا لا تنسون تخلونا لايك، اخاف ناسين يعني ما مخلين، خلونا لايك. طبعا هي انعجبت بهذا المحبس، هو بسيط بس هي انعجبت بيه. هنا وصلنا انه نقص الكيكة انا وياها. واكيد من بعدها راح ارجع للبيت. هنا انا وحمودي، حمودي من اروح خطية هو ولا بابا يوصلني للشارع العام، فهالمرة ما خليته يوصلني. وان شاء الله نلتقى انا وياكم فيديو جديد. كتبولي الفيديو القادم شنو تردوه، انا راح انزل الفيديو القادم يعني كل ما تحتاجه العروسة من منتجات مفيدة ومهمة. نلتقي ان شاء الله انا وياكم فيديو قادم. باي باي.